وصل مارادونا إلى نابولي وتم تقديمه لوسائل الإعلام العالمية كلاعب لنابولي في 5 يوليو 1984، حيث رحب ب75,000 مشجع في عرضه التقديمي على ملعب سان باولو. وعلق الكاتب الرياضي ديفيد جولدبلات قائلاً: إنهم المشجعون مقتنعون بأن المنقذ قد وصل. ذكرت صحيفة محلية أنه على الرغم من عدم وجود رئيس بلدية، منازل، مدارس، حافلات، وظائف وصرف صحي، لا شيء من هذا مهم لأن لدينا مارادونا. قبل وصول مارادونا، سيطرت على كرة القدم الإيطالية فرق من شمال ووسط البلاد مثل ميلان ويوفنتوس وإنتر ميلان وروما، ولم يفز أي فريق من جنوب شبه الجزيرة الإيطالية بلقب الدوري. في نابولي، وصل مارادونا إلى ذروة مسيرته الاحترافية سرعان ما ورث شارة القيادة من مدافع نابولي المخضرم جوزيبي بروسكولوتي، وسرعان ما أصبح نجما محبوبا بين جماهير النادي. في وقته هناك ارتقى بالفريق إلى أنجح حقبة في تاريخه. لعب مارادونا مع نابولي في فترة كانت التوترات بين الشمال والجنوب في إيطاليا في ذروتها بسبب مجموعة متنوعة من القضايا، لا سيما الاختلافات الاقتصادية. بقيادة مارادونا، فاز نابولي بأول بطولة إيطالية على الإطلاق في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في 1987. كتب جولدبلات: كانت الاحتفالات صاخبة. اندلعت سلسلة من الاحتفالات المرتجلة في الشوارع بشكل معدي في جميع أنحاء المدينة في كرنفال على مدار الساعة استمر لأكثر من أسبوع. انقلب العالم رأسا على عقب. أقام النابوليتانيون جنازات وهمية اليوفنتوس وميلان، وأحرقوا توابيتهم، وأعلنوا أن تاريخ وفاتهم في مايو 1987، وأن إيطاليا الأخرى قد هزمت، ولدت إمبراطورية جديدة. تم رسم الجداريات لمارادونا على المباني القديمة بالمدينة، وتم تسمية الأطفال حديث الولادة على اسمها. في الموسم التالي، أطلق على الثلاثي الهجومي للفريق، والذي كان يتكون من مارادونا ورونو جيوردانو كاريكا، لاحقا لقب السحري. فاز نابولي بلقب الدوري الثاني في موسم 1989-90، واحتل المركز الثاني في الدوري مرتين في موسمي 1987 و 1988. ومن بين الألقاب الأخرى خلال حقبة مارادونا في نابولي كأس إيطاليا 1987، بالإضافة إلى المركز الثاني في كأس إيطاليا 1989، وكأس الاتحاد الأوروبي 1989، وكأس السوبر الإيطالي 1990. خلال نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1989 ضد شتوتغارت، سجل مارادونا من ركلة جزاء في مباراة الفوز 2-1 على أرضه من مباراة الذهاب، وصنع هدف الفوز لاحقا الذي سجله كاريكا، بينما في الإياب يوم 17 مايو انتهت بالتعادل 3-3 خارج الأرض، صنع هدف تشيرو فيرارا برأسه. على الرغم من لعبه بدور إبداعي في المقام الأول كلاعب خط وسط مهاجم، إلا أن مارادونا كان هداف الدوري الإيطالي وآخر 987 برصيد 15 هدفا، وكان هداف نابولي التاريخي برصيد 115 هدفا، حتى كسر رقمه القياسي عن طريق ماريكا هامشيك في عام 2017. عندما سئل مدافع ميلان فرانكو باريزي من كان أصعب لاعب واجهه على الإطلاق، قال مارادونا: وجهة نظره هذه شاركها زميله في فريق ميلان باولو مالديني، الذي رأى مارادونا ورونالدو البرازيلي أفضل اللاعبين الذين واجههم على الإطلاق. ذكر في عام 2008: أفضل من لعبت ضده هو مارادونا. على الرغم من أن مارادونا كان ناجحا في الملعب خلال فترة وجوده في إيطاليا، إلا أن مشاكله الشخصية زادت. استمر تعاطيه للكوكايين، وتلقى غرامة قدرها 70,000 دولار أمريكي من ناديه بسبب غيابه عن المباريات والتدريبات، بسبب زعمه أنه مجهد. واجه هناك فضيحة تتعلق بابنه غير الشرعي، وكان أيضا موضع شك بشأن صداقته المزعومة مع مافيا كامورا. لاحقا، وتكريما لمارادونا وإنجازاته خلال مسيرته في نابولي، تم تعليق القميص رقم 10 لنابولي رسميا.